عليكم طلاب أولى إعدادي في كل مكان، أهلا بيكم في أقوى مراجعة دراسات اجتماعية مع مس إيمان أحمد. ويلا يا أبطال نشتغل مع بعض مراجعة الوحدة التانية ونقول بسم الله. النهاردة هنبدأ بالدرس الأولاني اللي بيقول لي دور مصر الحضاري في أفريقيا في عهد محمد علي. يعني إيه العنوان الغريب ده؟ يعني إزاي مصر دي عملت حضارة في قارة أفريقيا؟ ازاي مصر نقلت افكارها ومعلوماتها وثقافتها لكل جيرانها في افريقيا ايام حكم محمد علي؟ ايه؟ مين محمد علي ده؟ محمد علي كان يوناني من بلدة قوالة. محمد علي كان يوناني من بلدة قوالة، جاي مع فرقة عسكرية لطرد الحملة الفرنسية. جاي مع فرقة عسكرية لطرد الحملة الفرنسية. السلطان العثماني قال له يا محمد يا علي، عايزك تروح مصر بالجيش بتاعك الكتير تقضي لي على الفرنسيين اللي هناك. محمد علي بعد شوية لما الفرنسيين خرجوا بدأ محمد علي زي ما انتوا شايفين يتقرب للمصريين ويعاملهم معاملة حلوة، بدأ يتودد ليهم لغاية ما المصريين قالوا لمحمد علي ايه؟ خلاص يا محمد بص عينك والي علينا. فعلا محمد علي مسك ولاية مصر أو حكم مصر 1805، لكن ما خدهاش كده بسهولة. محمد علي واجه مشاكل كتيرة قوي في الداخل والخارج كانت بتهدد وجوده. قدر ان هو يتخلص من كل المشاكل الداخلية والخارجية عشان يبدأ بقى يعمل مصر الحديثة ويبني دولة قوية. يبقى لو قالك في الامتحان هو محمد علي لما مسك الحكم لم يتعرض لأي تحديات، قول لي ازاي؟ ده محمد علي تعرض لمشاكل في الداخل والخارج وبدأ يتخلص من المشاكل دي عشان يعمل مصر الحديثة. تعال أقولك على سر. تعرف إن كل الناس كانت بتقول إن بريطانيا والاحتلال هم اللي عملوا حضارة في أفريقيا؟ الكلام ده ما ينفعش، غلط. الاحتلال والمستعمر ما بيعملش حضارة لحد. امال مين اللي عمل حضارة وافكار حلوة في افريقيا؟ محمد علي وخلفاء محمد علي. طب تعال نشوف ازاي محمد علي دخل افريقيا. يا محمد يا علي، هو انت كنت عاوز تعمل توسعات في افريقيا ليه؟ قال لي والله لعدة أسباب، أسباب سياسية وعسكرية واقتصادية. محمد علي أسباب توسعات محمد علي في أفريقيا إيه اللي خلاك تتوسع وتخرج بره مصر؟ قال لي أول سبب عسكري. تعمل إيه؟ قال لي أعمل إمبراطورية وأقضي على المماليك. في حبة مماليك كانوا هربانين ونزلوا تحت عند السودان. محمد علي خايف ان المماليك دول يروحوا يتفقوا مع بريطانيا ويبقوا قوة ضد محمد علي، فراح قايل لك ايه؟ اما اتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بيا، اما انزل تحت اضربهم العلقة التمام قبل ما يطلعوا لي مصر فوق. طيب يبقى محمد علي دخل عمل توسعات في السودان ليه او في افريقيا ليه؟ قال لك عشان يوسع حدوده، يعمل امبراطورية ويقضي على المماليك. يعمل امبراطورية يعني دولة واسعة كبيرة، دولة ليها فروع كتير، ويقضي على المماليك. ليه يا جماعة محمد علي كان عاوز يقضي على المماليك؟ خايف ان هم يتحدوا مع بريطانيا ويبقوا قوة ضده. طيب دي أول أسباب. الأسباب التانية أسباب عسكرية. محمد علي عاوز يتوسع في الجنوب علشان إيه؟ قالك عشان يأمن حدوده الجنوبية ويجند السودانيين. عاوز يدخل السودانيين الجيش. اشمعنى السودانيين؟ قالك شافهم عندهم قوة عندهم شجاعة، قالك اما دخلهم بقى يخشوا معانا الجيش. يبقى محمد علي يا حلوين ماله عنده أسباب عسكرية، جيش بقى وحرب وضرب وقتال. خلي بالك عايز يتوسع في السودان ليه؟ وفي الجنوب وفي أفريقيا ليه؟ أول حاجة عشان يأمن حدوده من ناحية الجنوب ويجند السودانيين. أول ما أشوف أهداف عسكرية تقول لي تجنيد السودانيين. طب أهداف بقى جغرافية، عاوز بقى يكتشف منابع النيل، يشوف مية نهر النيل جاية منين، يشوف المنطقة الاستوائية دي إيه ظروفها. طب أسباب اقتصادية، قال لي أنا عايز أنزل السودان عشان أطلع بقى من هناك، سمعت إن في ذهب وعاج وصمغ عربي، يعني لو نزلت بقى في الأماكن الجنوبية هستفيد فايدة كبيرة وهبقى غني وهستفيد جدا إني آخد الموارد دي وأبدأ أعمل بها مشاريع ويبقى عندي دولة قوية.
خلي بالك، يبقى محمد علي ايه اللي خلاه يتسع ويتجه الى افريقيا او الى السودان؟ اسباب ايه؟ سياسية، عسكرية، جغرافية، اقتصادية. سياسية، عسكرية، اقتصادية، جغرافية. سياسية يعمل ايه؟ هيكون امبراطورية ويقضي على المماليك. عسكرية هيأمن حدوده ويجند من السودانيين. هيأمن حدوده ويجند من السودانيين. جغرافية عايز يشوف منابع النيل. عايز يشوف منابع النيل. طب اقتصادية عايز يخرج الذهب والماس والصمغ العربي وكل المجوهرات اللي موجودة في السودان. تعال نشوف مظاهر النهضة الحديثة في السودان. محمد علي عشان يدخل السودان عمل ايه؟ او مين اول واحد دخل السودان؟ بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لي ان محمد علي قبل ما يدخل السودان مين اول واحد دخل قبليه؟ قال لي دخل اول واحد السودان اسماعيل ابن محمد علي. بيقول لك ايه بقى؟ اسماعيل وصل صنار. اسماعيل وصل ايه؟ اسماعيل وصل صنار. صنار على النيل الازرق. صنار على النيل الايه؟ الازرق. طيب بعد ما اسماعيل وصل صنار، منطقة صنار في قارة افريقيا، قال لك اصطحب معاه مجموعة من العلماء. علماء ايه بقى؟ قال لك علماء مصريين وعلماء فرنسيين. يبقى اسماعيل عشان يعمل كشوف في افريقيا ويوصل صنار، قال لك ان اخذ معاه علماء كتير مصريين وفرنسيين. مصريين وفرنسيين. تمام. قال لك وبعد ما اسماعيل وصل صنار ايه اللي حصل؟ محمد علي قال والله انا كمان لازم اعمل حملة واروح السودان. السؤال هو محمد علي عايز يروح السودان ليه؟ قال لي عايز ينظم الإدارة المصرية هناك ويدور على المعادن. هينظم الإدارة ويدور على المعادن. الإدارة المصرية هناك هيرتبها ويدور على المعادن. طيب اسماعيل بقى هل عرف فعلا يوصل السودان؟ قال لي ايوه طبعا. طب بعد ما وصل السودان عمل ايه؟ خرج الذهب من دنقلة. قدر ان محمد علي يخرج الذهب من دنقلة. وعمل حاجة تانية، انه قضى او ادى امر بالقضاء على تجارة الرقيق. يعني ايه الرقيق؟ بيع وشراء البشر. يبقى ده عمل انساني عمله محمد علي. لقى الناس بتبيع البني ادمين وبتستغلهم وبتخليهم يشتغلوا غصب عنهم وبيضربوهم وبيعذبوهم والناس دي ملهاش حقوق. قال لا يا جماعه انا ما بحبش الظلم، انا هطلع قرار بالغاء تجاره الرقيق. يعني هو اول واحد يفكر يقضي على تجاره الرقيق. تقول لي مين؟ تقول لي محمد علي. تقول لي محمد علي. يبقى خلي بالك محمد علي عشان يعمل توسعات في السودان عمل ايه؟ مين اول واحد راح السودان؟ هتقول لي اسماعيل وصل صنار. اسماعيل وصل صنار. خد معاه عشان يوصل مين؟ قال لك علماء مصريين وفرنسيين. بعدها محمد علي راح السودان ليه؟ عشان ينظم الإدارة ويدور على المعادن. هينظم الإدارة ويدور على المعادن. طب بعد ما راح السودان قدر انه يخرج الذهب من دنقلة. يخرج الذهب من دنقلة وادى امر بالقضاء على تجارة الرقيق. ادى امر بالقضاء على تجارة ايه؟ تجارة الرقيق. الرحلة الثالثة كانت رحلة واحد اسمه مين؟ سليم بيك قبطان. سليم بيك قبطان. سليم بيك قبطان. ماله سليم بيك قبطان ده؟ قال لك جغرافي وضابط بحري كمان. سليم بيك قبطان جغرافي وراجل بحري كمان. سليم بيك قبطان يا ولاد عمل 3 رحلات لأفريقيا. ليه؟ قال لي عشان يكتشف منابع النيل الأبيض. قدر سليم بيك قبطان ان يقرب من منطقة البحيرات الاستوائية، لكن يا حرام رجع وما كملش رحلته. ليه يا ولاد؟ قال لك لان لما بدأ ان هو يوصل لمنطقة الاستوائية، خلاص قرب يوصل لمنطقة البحيرات، واجه بقى شلالات يعني مية كتيرة جدا، واجه جنادل يعني صخور في قلب المية، فما قدرش يكمل رحلته فرجع للخرطوم تاني. تعالى بقى اقول لك الرحلة الاستكشافية بتاعة السودان. انا دلوقتي عشان نوصل للسودان عملنا 3 رحلات، اسماعيل ومحمد علي وسليم بيك قبطان. اسماعيل ومحمد علي وسليم بيك قبطان. اسماعيل وصل صنار. اسماعيل وصل صنار عشان يروح هناك اخد معاه علماء مصريين وفرنسيين. طيب
مين بقى راح السودان؟ اسماعيل محمد علي راح السودان عشان ينظم الإدارة ويدور على المعادن. طب بعد ما راح السودان قدر انه يخرج الذهب من دنقلة ويقضي على تجارة الرقيق، أصدر قرار بإلغاء تجارة الرقيق. كلمة الرقيق معناها بيع وشراء البشر. سليم بيك قبطان جغرافي وظابط بحري كمان، جغرافي وظابط بحري كمان، عمل 3 رحلات إلى السودان وإلى أفريقيا عشان يكتشف منابع النيل، لكن رحلته باظت. كل شوية يجي ينزل الرحلة تبوظ. ليه؟ عشان وجود الشلالات أو الجنادل. الشلالات والجنادل فاضطر ان هو يرجع يروح يقعد فين؟ في الخرطوم. تعال نشوف محمد علي لما وصل السودان ازاي هينظم الحكم في السودان. بص بقى، اول حاجة قالك انا عايز انظم الادارة في السودان. هينظم الادارة ازاي؟ اول حاجة محمد علي راح مقسم السودان إلى 7 مديريات، يعني زي 7 كده محافظات، 7 مناطق. يبقى محمد علي قسم السودان لكام مديرية؟ هتقولي 7 مديريات. 7 مديريات، حلو. كل مديرية قسمها إلى قسم، وكل قسم عين عليه واحد اسمه ناظر، وبتيجي أكمل في الامتحان. يبقى محمد علي قسم السودان ل7 مديريات، والمديريات لأقسام، كل قسم عليه ناظر. نشر الأمن والاستقرار ويعين حيكمدار. نشر الأمن والاستقرار ويعين حيكمدار. كلمة حكمدار كده يعني ايه؟ عارف انت زي ما تقول قاضي القضاة، حاجة كبيرة، حاجة ليها منصب كبير، اللي هو المسؤول عن المكان كله. ماشي، زي وزير الداخلية كده. عين حكمدار على السودان. حكمدار ماله؟ سلطته مدنية عسكرية، تابع لوزارة الداخلية. عامل زي وزير الداخلية بالظبط. يبقى حكمدار السودان عنده سلطة ايه؟ سلطته مدنية عسكرية. مدنية يعني بيخلي باله من الاشخاص اللي ما عندها السلاح، البني ادمين العاديين، وليه سلطة عسكرية على الجيش كمان. هو تابع لوزارة ايه؟ الداخلية. بس يا ترى مين اول حكمدار محمد علي هيعينه؟ اكيد هيحب ابنه اكتر واحد، وهيعين اسماعيل اول حكمدار على السودان. تعالى يا جميل، محمد علي هينظم الإدارة في السودان ازاي؟ قسم السودان 7 مديريات، والمديريات أقسام، كل قسم عليه ناظر. 7 مديريات والمديريات أقسام، كل قسم عليه ناظر. نشر الأمن والاستقرار ويعين حيكمدار. نشر الأمن والاستقرار ويعين حيكمدار. سلطته مدنية عسكرية، تابع لوزارة الداخلية. سلطته مدنية عسكرية، تابع لوزارة الداخلية. أول حكمدار إسماعيل ابن محمد علي. طيب بيقولك إن محمد علي كان بيحب ينشر العدل، إنسان عنده عدل. ليه إنسان عادل؟ قالك لأنه بدأ إنه هو يحاكم الموظفين اللي بياخدوا رشوة، ماشي، واللي بيستغلوا مناصبهم وأخد منهم أموالهم، صادر أموالهم. يعني الموظف اللي بيستغل سلطته واللي هو بيسرق الناس واللي هو بيعاملهم وحش، بدأ إنه هو يعزله من وظيفته وياخد منه الأموال. هنا السؤال ده بيجيلي دلل في الامتحان. الدليل ان محمد علي كان حريص على نشر العدل وتطبيق القانون. الدليل اول ما اشوف ان هو بيحب ينشر العدل، حيث قام بإلقاء القبض او محاكمة الموظفين الذين يستغلون مناصبهم، ماشي، وقام بمصادرة أموالهم. يعني قدم الموظف اللي هو بيستغل منصبه وأخد منه فلوس، قدمه للمحاكمة وأخد منه أمواله. يبقى كده محمد علي كان بينشر العدل، صادر أموال الموظفين اللي عندهم إدارة سيئة واللي بيستغلوا مناصبهم. طيب تعال نشوف محمد علي لما راح السودان. قال لك انا عايز اهتم بالجيش ويبقى عندي قوة عسكرية كبير. زي ما احنا عارفين، مش احنا قلنا ان محمد علي كانت اهدافه عسكرية، يعمل جيش قوي. محمد علي عمل حامية عسكرية في السودان، يعني جيش كتير. اول ما يعمل جيش يقول لك عشان يوفر الامن والحماية. يبقى اذكر اهمية الحامية العسكرية، توفير الامن والحماية. يا ترى هيدخل مين الجيش؟ سودانيين، مصريين، وكل من الاتراك، ودي بتيجي في الامتحان. يبقى محمد علي استعان بمين في الجيش والقوة العسكرية؟ هتقولي سودانيين ومصريين، وهيقول لك نقط أقل من نقط، هتقولي كل من الأتراك. يبقى قام محمد علي بتكوين حامية عسكرية سودانية. حامية عسكرية سودانية، يا ترى فيها مين؟ سودانيين، مصريين، وقلة من الأتراك. تعال نشوف محمد علي لما جه يهتم بالعمران بنى ايه؟ بنى مدينتين، الخرطوم وكسلة. الخرطوم وكسلة، مدينتين. الخرطوم دي عاصمة السودان، مقر الحكمدار. عاصمة السودان، مقر الحكمدار. فيها معسكر للجيش، مسجدين
مستشفى، مصانع السفن. عاصمة السودان الخرطوم هي عاصمة السودان. مقر الحكمدار مكان هيقعد فيه ابنه. معسكر يدرب فيه الجيش. بنى جوه الخرطوم ايه؟ بص معايا، مسجدين، ها، بنى كمان مستشفى، عمل مصنع للسفن، بصوا السفن الجميله دي. كل ده عمله في الخرطوم. ياه. ممكن يجي لي في الامتحان سؤال يقولك ما هي العاصمه التي بناها محمد علي في السودان؟ تقول لي الخرطوم. ما هو مكان او مقر الحكمدار؟ هتقولي الخرطوم. مكان محمد علي بنى فيه مسجدين ومستشفى ومصانع السفن زي ما انتم شايفين، هتقولي الخرطوم. اخر مره الخرطوم محمد علي بنى الخرطوم. مين الخرطوم دي بتعمل ايه؟ عاصمه السودان، مقر الحكمدار، عاصمه السودان، مقر الحكمدار، معسكر للجيش، مسجدين مستشفى، مسجدين مستشفى ومصانع السفن. تعال نشوف كسلة. ايه كسلة دي كمان؟ قال لي والله كسلة دي مدينة فيها أبراج، عمل فيها أبراج عالية ومحصنة وتحصينات عسكرية. كسلة فيها إيه؟ أبراج وتحصينات عسكرية، وبقت أهم مدينة إدارية شرق السودان. وبتيجي في الامتحان هنا بيقول لي في الامتحان ما هي أهم مدينة إدارية شرق السودان؟ هتقول لي كسلة. أهم مدينة إدارية شرق السودان هتقول لي كسلة. تعرف إن محمد علي بعد ما قعد يهتم بكسلة ويحط لها أبراج مراقبة ويحصنها ويحط لها جيش، السكان بدأت تتجمع. بصوا رايحين فين؟ رايحين يقعدوا في الأماكن اللي حوالين كسلة. ليه يا جماعة؟ لأن فيها أمن وفيها استقرار وفيها حامية عسكرية دائمة. فلو قال لك في الامتحان مدينة أنشأها محمد علي وبها تحصينات عسكرية، هتقولي كسلة. مدينة اهتم محمد علي بعمل تحصينات عسكرية حط فيها جيش كتير، هتقولي كسلة. أهم مدينة إدارية شرق السودان، هتقولي كسلة. أهم مدينة إدارية شرق السودان كسلة. بما تفسر زيادة عدد السكان في المدن اللي حوالين كسلة؟ أقول له لأن كسلة بها حامية عسكرية قوية ودائمة. أنا بقول لك المكان ده في جيش، والمكان ده في امن واستقرار، وعمر ما في اي عصابه هتخش. فطبيعي لما تحب تسكن في مكان قريب للمكان اللي جنب الشرطه اللي جنب الجيش عشان حاجه تحميك. فهمتوا؟ يبقى ايه المدينتين اللي بناهم محمد علي؟ الخرطوم وكسلة. تعال نشوف الاصلاحات القضائيه. بيقول لك زمان في السودان كان بيتم الحكم، كانوا بيحكموا جماعه بعض بالعادات والتقاليد. كان عندي الاحكام لما واحد مثلا يعمل جريمه، واحد يسرق، واحد يعمل حاجه غلط، بيتم الحكم عليه عن طريق العادات والتقاليد. كان عندي في قبيله ماشي، والقبيله دي هي اللي كانت بتحكم على الناس دي. انا عندي شيخ القبيله وعندي عادات وتقاليد. محمد علي قال لا يا جماعه، مش هينفع نحكم بالعادات والتقاليد. احنا هنعمل ايه؟ احنا هنحكم بقانون اسمه القانون العثماني. يبقى محمد علي هيحكم البلد او السودان بالقانون الايه؟ العثماني. عين على كل مديريه، على كل محافظه عين عليها قاضي. القاضي سلطته محدوده، القاضي سلطته محدوده، ليه سلطه قليله. امال مين عنده سلطه كبيره؟ رئيس القضاء، صاحب الحكم النهائي، هو اللي بيتحكم في كل حاجه، كبير بتاع القضاء. الرئيس بتاع كل القضاء هو اللي صاحب الحكم النهائي. يبقى ركز، السؤال ده مهم. لو قالك في الامتحان حكم محمد علي السودان بالقانون، اقول له العثماني. حكم محمد علي السودان بالقانون العثماني. تمام. كان لكل مديرية قاضي لكن سلطته ايه؟ محدودة، محدودة. طيب اما رئيس القضاء صاحب الحكم النهائي، هو اللي عنده الكلمة العليا. محمد علي كمان اهتم بالتعليم جدا، وبدأ ان هو ينشر التعليم في كل مكان ويعمل الكتاب عشان يعلم الناس القراءة والكتابة وحفظ القرآن. عمل بعض المدارس النظامية في المنطقة الحضارية، وبتيجي اكمل في الامتحان. لو قالك في الامتحان انا عندي هنا سؤالين، السؤال الاولاني دلل ان محمد علي اهتم بالتعليم. ايه دليلك ان محمد علي مهتم بالتعليم؟ انا واحد مهتم بالتعليم، هنشئ ايه؟ هنشئ المدارس والكتاتيب اللي هتعلم الناس القرآن والقراءة والكتابة. طب المدرسة الحلوة دي هيعملها في الريف ولا الحضر؟ هيعملها في المنطقة الحضرية. كتاتيب ومدارس نظامية كانت موجودة في الحضرية، كتاتيب ومدارس نظامية كانت موجودة في الحضرية. محمد علي يا ولاد خلى السودانيين تيجي مصر، قال لهم تعالوا يا جماعة زورونا في مصر. ليه يا جماعة يجوا يزورونا في مصر؟ عشان يتعلموا النظم العسكرية والإدارية، ازاي يجيروا المكان وازاي يكونوا عساكر أقوياء.
كمان يا ولاد بدأ ان هو يهتم بتصليح الطريق اصلاح الطرق بين مصر والسودان، فخلى شجع السودانيين ان هم يجوا يتعلموا عندي في الازهر الشريف. هنا بيجي سؤاله بيقول لك ما النتائج المترتبة على بعد ما محمد علي صلح الطريق بين مصر والسودان؟ اقبال السودانيين على التعلم في مصر في الازهر الشريف، باقي السودانيين تيجي تتعلم عندي في الازهر الشريف. فهمتوا يا ولاد؟ يبقى خلي بالك، محمد علي اهتم بالتعليم، اقول له ايه؟ كتاتيب ومدارس نظاميه موجوده في الحضريه. محمد علي خلى السودانيين تيجي تتعلم عندي في مصر الامور العسكريه والاداريه. لما صلح الطرق كان ليه اهميه ولا لا بين مصر والسودان؟ ايوه كان ليه اهميه، خلى الطلاب السودانيين تيجي تتعلم عندي في الازهر الشريف. لما نيجي نتكلم على النظام الاقتصادي، يا ترى محمد علي هل هيهتم بالاقتصاد في السودان؟ قال لي ايوه طبعا. محمد علي يا ولاد كان مهتم جدا بالزراعه، وخلي بالك محتاجه اعرف حبه معلومات مهمه جدا في الزراعه. ايه المعلومات دي؟ بيقول لي ان محمد علي اهتم ان هو يدرب السودانيين على الزراعه، خلى المصريين تيجي تدرب السودانيين على الزراعة. يبقى استعان بالمصريين ليه؟ لتدريب السودانيين على الزراعة. اهتم كمان بنظام الري. بصوا المنظر ده، ايه دي الساقية، اسمها الساقية، السوائي. الساقية دي اللي بترفع المية من الارض من الحتة المنخفضة للحتة المرتفعة. يبقى محمد علي دخل آلة جديدة للري وهي السوائي، فلما يدخل الساقية ويروي الارض هيزود مساحة الاراضي الزراعية. اهتم كمان بزراعة القطن وقصب السكر وبعض الفواكه. كان بيحب قوي يربي حيوانات. ليه؟ اكيد عشان يصدرها للخارج، تصدير الماشية، لتصدير الماشية. انا هقول لك 3 كلمات في الزراعة يا باشا عشان تركز معايا. محمد علي اهتم بالزراعة في السودان، احضر المزارعين المصريين تعلم السودانيين. احضر مين؟ مزارعين مصريين يعلموا سودانيين، مزارعين مصريين هيعلموا السودانيين. عرفنا السوائي، زرع القطن وقصب السكر، زرع القطن وقصب السكر. ربى الحيوانات عشان يصدر الماشية، ربى الحيوانات عشان يصدر الماشية. التعدين والصناعة، محمد علي يا ولاد عمل مصانع كتيرة. وأول ما أقول لك مصانع مثلا زي السفن وزي الحديد والبارود، كل ده هتقول لي الخرطوم على طول. مالكش دعوة بكسلة. كسلة دي أهم مدينة إدارية شرق السودان، فيها أبراج وتحصينات عسكرية. أما الخرطوم فيها مصانع كتير. أول مصنع أسمع كلمة مصنع أقول الخرطوم. المصنع الخرطوم، المصنع الخرطوم. الخرطوم فيها مصانع إيه؟ الأخشاب والحديد ومصانع السفن. الأخشاب والحديد ومصانع السفن، أيوة. كمان كان بيدور على المعادن، واوعى تنسى إنه طلع الذهب من دنقلة، طلع الذهب من دنقلة. محمد علي كمان اهتم بالتجارة والنقل. وخلي بالك هقولك عمل ايه. بدأ ان هو يهتم بالملاحة النهرية ويأمن الطريق، وقال لشيخ القبيلة انا عاوزكم يا شيوخ القبائل تأمنوا لي الطرق، تأمنوا لي الطرق التجارية وتحموها. فلو قالك في الامتحان محمد علي اهتم بالتجارة وكلف مين بحماية الطرق، قالك شيخ القبيلة، بدل ما يقعد كده ويزعل مني، لا، هخلي شيخ القبيلة مسؤول عن حماية الطرق التجارية، الملاحة النهرية، ويأمن الطرق التجارية. كانت مدينة الخرطوم أهم محطة تجارية في أفريقيا. بس حاجات الحلوة اللي عملها محمد علي، الدول الأوروبية هتقرص عليه شوية. قالت له ايه ده، محمد علي عمال يتوسع قوي ونزل السودان وعمال يطلع الذهب من دنقلة وعمال يهتم بالتجارة وخلى الناس كلها تسمع كلامه وتحبه. لا، الكلام ده ما ينفعناش. محمد علي كده بدأ يخبط فينا. محمد علي كده بدأ احنا عندنا مطامع وعندنا مصالح اقتصادية في افريقيا. كده توسعات محمد علي في افريقيا ضد مصالحنا في افريقيا. يبقى محمد علي وهو بيعمل توسعات اصطدم بأطماع مين؟ الدول الأوروبية. فالدول الأوروبية ضغطت على السلطان العثماني عشان يفرض على محمد علي معاهدة اسمها معاهدة لندن 1840. يبقى أنا هسألك هنا سؤال، موقف الدول الأوروبية من توسعات محمد علي. هل بريطانيا وفرنسا والدول سابت محمد علي يعمل اللي هو عايزه في أفريقيا والسودان؟ لا، اتغاظت منه. الدول الأوروبية رفضت توسعات محمد علي وشافت ان توسعاته يتعارض مع مصالحها. كل ما هو يتوسع بيضر مصالح الدول الأوروبية.
فضغطت الدول الأوروبية على السلطان عشان يفرض على محمد علي معاهدة لندن. المعاهدة دي بتقول لمحمد علي أي حتة أرض خدتها بره مصر تسيبها، إن يتخلى عن الأراضي اللي خدها بره مصر. فعلا محمد علي ما قدرش يعمل حاجة غير إنه يسمع الكلام. فمحمد علي السلطان طلع له فرمان. الورقة اللي قدامك دي أمر من السلطان واجب التنفيذ. يعني إيه فرمان؟ الفرمان أمر سلطاني واجب التنفيذ. فرمان إن محمد علي ياخد حكم مصر وراثي وياخد السودان هدية وما ياخدش حاجة تاني. حكم مصر وراثي يعني هو وعياله، وياخد كمان حكم السودان. يبقى لو قالك في الامتحان في معاهدة بتقول لمحمد علي يسيب كل الأراضي اللي خدها، تقول لي معاهدة لندن. طب في فرمان يعني جواب بيقول لمحمد علي هتحكم مصر انت وعيالك والسودان كمان، اسمه فرمان 1841 بعد المعاهدة بسنة. يبقى يا دكتور لما اقول لحضرتك سؤال واقول لك موقف الدول الأوروبية آخر مرة من توسعات محمد علي، هتقولي إيه؟ خافت الدول الأوروبية من توسعات محمد علي على مصالحها الاقتصادية وفرضت عليه معاهدة لندن. المعاهدة بتقول إيه؟ أن يتخلى محمد علي عن جميع الأراضي التي حصل عليها خارج مصر. تمام. وافق محمد علي فأصدر السلطان العثماني فرمان يجعل حكم مصر وراثي لمحمد علي والسودان ليه ولولاده. حكم مصر هو وولاده وحكم السودان. تعال نشوف يا ترى خلفاء محمد علي لما جم بعديه هيعملوا ايه. بس المرة دي في عهد خلفاء محمد علي، خلفائه يعني عياله واحفاده. يا ترى هل كل خلفاء محمد علي كانوا مهتمين ان هم يعملوا كشوف جغرافية؟ اسمع هقول لك ايه. الدرس ده من الدروس الحلوة قوي الشيقة اللي مش تاخد وقت كتير، وتعال نشوف خلفاء محمد علي عملوا ايه. بص معايا. ابراهيم ابن محمد علي قال كلمة، قال ايه؟ قال مستقبل مصر في افريقيا. ايه؟ ابراهيم ابن محمد علي، ابراهيم ابن محمد علي قال كلمة، قال مستقبل مصر في افريقيا. السؤال مين اللي قال ان مستقبلنا وغنانا وفلوسنا والحاجات الحلوة كلها هتحصل لنا لما نخش افريقيا؟ ابراهيم ابن محمد علي. يبقى مين اللي قال مستقبلنا في افريقيا؟ ابراهيم ابن محمد علي. طب ما تيجي نشوف عباس باشا عمل ايه. عباس باشا ابن طسن ابن محمد علي، يعني ده حفيد محمد علي. يبقى انا عندي عباس باشا ابن طسن ابن محمد علي. عباس باشا عمل ايه؟ عباس باشا ما عملش كشوف. مش متأكد؟ دور شوف. ايه؟ ما عملش كشوف في افريقيا؟ لا. امال عمل ايه؟ عباس باشا خلى رفاعة صاحب مدرسة بناها. عباس باشا خلى رفاعة ناظر مدرسة بناها. يعني عباس باشا عمل مدرسة ابتدائية في الخرطوم، وخلى رفاعة رافع الطهطاوي ناظر المدرسة، وبدأ ان هو يهتم بس بالتجارة بين مصر والسودان. يبقى انا عندي كلمتين. ابراهيم عمل ابن محمد علي، ابراهيم قال كلمة مستقبل مصر في افريقيا، مستقبل مصر في افريقيا. طب عباس باشا عمل ايه؟ عباس باشا ما عملش كشوف. مش متأكد؟ دور شوف. امال عمل ايه؟ مدرسة ابتدائية في الخرطوم وخلى رفاعة الطهطاوي ناظر عليها. طيب سعيد باشا ابن محمد علي عمل ايه؟ سعيد باشا حظه وحش قوي. اول ما فكر يعمل كشوف في قارة افريقيا لقى ان كل الدول الاوروبية اللي قدامنا دي هي كمان عاوزة تعمل كشوف في افريقيا. قال ايه ده الحظ ده؟ هو انا يوم ما افكر اكتشف افريقيا كل الدول الاوروبية هي كمان عايزة تخش معايا وتعمل مسابقة؟ ايوه. هنا بيقول لي نشط السباق الاوروبي في افريقيا ايام عصر مين؟ كل الدول الاوروبية بتجري بتتسابق عايزة تخش قارة افريقيا في عصر سعيد الحزين ده. يا عيني يا عيني. يبقى في عصر سعيد كان في مسابقة بين دول اوروبا مين يكتشف افريقيا. دول اوروبا بعتت ايه؟ الناس دول مين؟ جمعية جغرافية ملكية بريطانية، جمعية جغرافية ملكية بريطانية. جايين عشان ايه؟ جاي يكتشفوا منابع النيل، يكتشفوا منابع النيل.
يا خسارة يا سعيد، حظك وحش. سعيد قال لي لا، حظي مش وحش ولا حاجة، دي ناس محتلة، الجمعية الجغرافية دي جاية تسرق البلد، جاية تعمل الناس معاملة وحشة، جاية تنهب، جاية تشوف الثروات، لكن أنا عايز أعمل حضارة ونهضة في أفريقيا، بدليل إني أنا لما هدخل أفريقيا مش هسرق ولا هنهب زيهم. قلت له أمال هتعمل إيه؟ قال لي أنا هحاول أحسن وضع السكان، أعمل الناس معاملة كويسة وأحسن وضعهم وأحل مشكلتهم. برافو عليك يا سعيد، والله أنت أحسن من الاحتلال كتير. يبقى سعيد باشا دخل السودان هيبدأ يحسن وضع السكان ويحل مشكلتهم. ارجع لي تاني، احنا بنتكلم على ايه؟ الدور الحضاري لمصر ايام خلفاء محمد علي. ابراهيم قال لك ايه؟ مستقبل مصر في افريقيا. طب عباس عمل ايه؟ عباس باشا ما عملش كشوف، مش متأكد دور شوف. بنى مدرسة في الخرطوم ورفع الطهطاوي نظر عليها. سعيد باشا لما حب يعمل كشوف لقى ان في سباق اوروبي لاكتشاف قارة افريقيا، بعتين له ايه؟ جمعية جغرافية ملكية بريطانية، جمعية جغرافية ملكية بريطانية عشان يكتشفوا منابع النيل. قال له ما انا احسن منكم بكتير، انا بقى هحسن وضع السكان واحل مشاكلهم كمان، انا هحسن وضع السكان واحل مشاكلهم كمان. برافو عليك فعلا. سعيد لما راح السودان بدأ يحسن اوضاعها ويحل مشاكل السكان وينمي الموارد. سعيد عاوز يعمل اصلاح قضائي. عمل ايه بقى سعيد في الاصلاح القضائي؟ قال لي والله يا جماعة أنا هعمل حاجة اسمها مجالس الأقاليم. أوكي معلش، أنا هعمل حاجة اسمها مجالس الأقاليم. إيه مجالس الأقاليم دي؟ مجلس الأقليم ده يا ولاد، مجلس الأقليم قال لي هو اللي هيحل المشاكل بين المدنيين اللي هم الناس العادية وبين التجار. يبقى لو قالك في الامتحان اهتم آه اس آه سعيد بالإصلاح القضائي عمل إيه؟ هتقولي إن هو عمل مجالس الأقاليم. عارف أنت زي المحافظات، المحافظة القاهرة والجيزة وإسماعيلية واسكندرية وكده، عمل لكل محافظة منهم كده مجلس، يعني ناس مسؤولة عن الإقليم ده. الناس دي يا ولاد بتحل المشاكل بين المدنيين وبين التجاريين. طيب إيه كمان؟ قال لي كمان عمل مجموعة من فين؟ عمل مجموعة من المجالس بما تفسر. بيقول لك ليه أنشأ مجالس الأقاليم؟ عشان تحل المشاكل بين المدنيين وبين التجاريين. تعال نشوف الإصلاح القضائي اللي عمله إسماعيل، الإصلاح الإداري. إسماعيل قال لك انا هعمل زي محمد علي وهمشي على نفس طريقته. هتعمل ايه يا اسماعيل؟ قال لي والله انا هعزل الموظفين اللي هم بيعاملوا الناس معامله سيئه. يبقى الاتنين دول يا ولاد عملوا اصلاح اداري ازاي؟ ان هم عزلوا الموظفين السيئين اللي بيعاملوا الناس معامله سيئه. كمان سعيد قسم السودان ل5 مديريات. امال محمد علي كان مقسم السودان كام؟ اوعى تنسى 7. محمد علي قسم السودان 7 مديريات، اما سعيد قسم السودان الى 5 مديريات وخلى على كل مديرية ناظر تابع لوزارة الداخلية في القاهرة. كمان سعيد انشأ حاجة اسمها المجلس العرفي. شايف الشلة اللي قاعدة دي كأنهم قاعدين في القبيلة زمان ايام ما قريش. مالهم بقى المجالس العرفية دي؟ بتتكون من ايه؟ شيخ القبيلة، رئيس العشيرة. الشلة اللي قاعدة دي عشان اخلي السودانيين تشارك في حكم البلاد. يبقى لما اجي اقول لك لماذا أنشأ سعيد المجالس العرفية؟ صعب عليه السودانيين، قال لك إيه؟ أنا ما ينفعش أقول لهم أنا هحكمكم بالقانون العثماني زي ما محمد علي كان بيعمل، لا، أنا هعمل مجلس عرفي، هقعد الناس الكبار بتوع السودان، شيوخ القبائل ورؤساء العشائر اللي هو كبار القوم بقى، الجدود والناس الكبار في السن، وابدا اخليهم يشاركوا معايا في حكم البلاد عشان يعرفوا ان انا مش محتلهم، يعرفوا ان انا بعملهم معامله كويسه. هنا السؤال بيجي في الامتحان، يعني ايه مجلس عرفي؟ هقول له المجلس العرفي بجمع ناس اللي عندها نفوذ وشخصيات معروفه، تجمع من الشخصيات ذات النفوذ والشخصيات المعروفه عشان تفض النزاعات. بجمع كبار المنطقه، لما يحصل مثلا خناقه كده في الشارع ولا يحصل خناقه بين الناس بنجمع الكبار او الرجاله الكبيره تحل المشكله دي. يبقى المجالس العرفيه مجموعه من الاشخاص المعروفه بتحل النزاعات، مجموعه من الاشخاص المعروفه كبيره في السن بتحل النزاعات. يبقى انا دلوقتي كده اتكلمت على سعيد عمل اصلاح اداري واصلاح قضائي. تعال نشوف تاني الاصلاح الاداري. سعيد قسم السودان لايه؟ 5 مديريات وكل مديريه ليها ناظر تابع لوزاره الداخليه. عمل ايه كمان؟ المجالس
المجالس العرفية بتتكون من ايه؟ شيخ القبيلة، رئيس العشيرة، شيخ القبيلة، رئيس العشيرة، عشان يشارك السودانيين في حكم البلاد. طيب كمان بدأ يعزل الموظفين السيئين اللي مش بيحسنوا معاملة الناس. أما في الإصلاح القضائي عمل مجلس أقاليم، مجلس أقاليم يحل النزاعات المدنية والتجارية. أرجوك يا سنة أولى اوعى تتلخبط بين المجالس العرفية دي ومجالس الأقاليم دي. لما أقولك المجالس العرفية دي تفتكرها بالقبائل، القبيلة اللي فيها شيء، اللي هي القعدة دي مجلس عرفي، قاعدين قعدة عرب كده، شيخ القبيلة رئيس العشيرة بيحلوا النزاعات، بيشاركوا في الحكم. يبقى مما تتكون المجالس، مجلس عرفي قاعدين كده مع بعض. مما تتكون المجالس العرفية شيخ القبيلة رئيس العشيرة، ونشارك في حكم السودان. اما مجلس الاقليم افتكرها بالمحافظ. المحافظ ده بيعمل ايه؟ بيحل المشكله بين المدني والراجل التاجر. تمام. طيب خلي بالك برضو ان محمد علي قسم السودان 7 مديريات، اما سعيد قسم السودان ل5 مديريات. محمد علي وسعيد ان الاتنين عندهم عدل، عزلوا الموظفين السيئين. الاتنين عملوا عزل الموظفين اللي هم بياخدوا رشوه والسيئين. النقل والبريد بيقول لك خلي بالك ان سعيد اهتم جدا بوسائل المواصلات والبريد، وعمل محطة، عمل زي بصوا بقى واحنا ماشيين في الطرق التجاري بتاعتنا كده، عاملين مثلا رايحين من مكان للتاني، عمل محطات عشان نغير دواب النقل، يعني وسيلة النقل. يبقى هنا بيقول لك ان سعيد اهتم بالنقل والبريد. ازاي؟ ايه الدليل انه اهتم بالنقل والبريد؟ انه عمل محطة. عارفين انت الاستراحة لما تكون راكب مواصلة وتنزل تقول انا هاخد بريك، هشرب حاجة، هروح الكافيه، هاكل اكل، عمل زي استراحات في الطريق كده عشان نغير دواب النقل. انزل مثلا من على الحصان اركب الجمل شوية، انزل من على الجمل اركب وسيلة تانية كده. يبقى لما يقولك في الامتحان سعيد اهتم بالنقل والبريد ازاي، اقول له والله الراجل ده اهتم جدا بالنقل والبريد والمواصلات، وعمل محطات زي استراحات عشان اغير دواب النقل. كمان عمل اصلاح اجتماعي. ازاي؟ بيقول لك ايه، سعيد عمل ايه؟ حط جيش كده، وقف جيش على نهر الصباط اللي على النيل الازرق ده، وقال لهم بقول لكم ايه يا رجاله، اي حد تلاقوه بيبيع البني ادمين تقبضوا عليه على طول، برافو عليكم. وراح عمل ايه؟ قال لك وقال لهم انا عشان اديكم مكافاه، انا مش هخليكم يا رجاله انتوا تدفعوا ضرايب خالص، عشان انتوا بتشتغلوا وبتتعبوا، وهبدا كمان عشان ما اعملش ظلم اخفض الضرايب عن الاهالي. اخفض الضرايب عن مين؟ عن الاهالي. وفي ناس عليها ضرايب كتيره قديمه خلاص مش هخليهم يدفعوها. ده كده عنده عدالة اجتماعية. هنا 2 يا ولاد قضوا على تجارة الرقيق. هم مين؟ محمد علي وسعيد. محمد علي وسعيد. ازاي؟ محمد علي امر بالغاء تجارة الرقيق. امال سعيد عمل ايه؟ سعيد وقف جيش عند نهر الصباط، وقف جيش عند نهر الصباط لمنع تجارة الرقيق. فاكرين نهر عطبرة والازرق والصباط اللي جايين من الشرق كده؟ عطبرة والازرق والصباط. يبقى اسمعي سعيد وقف جيش عند نهر الصباط لمنع تجارة الرقيق. كمان عفى الجنود من دفع الضرائب وخفف الضرائب عن الاهالي. بس كده. يبقى لو قالك في الامتحان في 2 حاولوا ان هم يقضوا على تجارة الرقيق، هم مين؟ هتقولي اول واحد كان محمد علي وبعدها سعيد. دلل كان لسعيد إصلاحات اجتماعية حيث قام بوضع جيش عند نهر الصباط لمنع تجارة الرقيق، وعفى الجنود من دفع الضرائب وخفض الضرائب عن الأهالي. اللي بعده هنتكلم على اسماعيل. اسماعيل ده كان قوي جدا جدا وعمل نهضة واسعة جدا في افريقيا. يعتبر قوته عاملة زي قوة محمد علي بالظبط. اهتم جدا انه يعمل توسعات في السودان وعمل انجازات محدش شافها قبله ولا بعده. يعتبر قوته زي قوة بالظبط محمد علي. تعال نشوف يا اسماعيل، هو انت مش خايف تعمل توسعات كتيرة في افريقيا تقوم الدول الاوروبية قلب عليك وتقول لك انا عندي اطماع انا كمان في افريقيا؟ قال لي انا ما بخافش يا اسماعيل. نعم. هو انت هتعمل اكتشافات جغرافيه ليه؟ رايح افريقيا ليه؟ قال لي والله عشان ابدا اللي اكمل اللي بدأه محمد علي من كشوف جغرافيه وسعيد باشا. تاني حاجه احاول اقضي على تجاره الرقيق. يبقى اول حاجه ان هو عاوز يكمل رحله محمد علي وسعيد ويقضي على تجاره الرقيق. عاوز يكتشف منابع النيل ويوصل للمنابع الاستوائيه. قال لي عشان انا واثق ان مصر لازم يكون لها دور في افريقيا. ماشي. ايمانه بدوره التاريخي المصري فيه
افريقيا، وان في وحده بيني لازم تتم بين مصر وبين السودان. ايه تاني؟ يبقى هنا بس ممكن نقول ايه اللي خلى اسماعيل يحاول يكتشف افريقيا. اول حاجه ان هو عاوز يبقى يكمل اللي بدأه محمد علي وسعيد ويقضي على تجارة الرقيق. يبقى رغبة اسماعيل انه يقضي على تجارة الرقيق ويكمل مسيرة محمد علي وسعيد. تاني حاجة عنده طموح شخصي انه يعمل توسعات في افريقيا. تالت حاجة عاوز يكتشف منابع النيل. هو مؤمن ان مصر لازم يكون ليها دور في افريقيا. يبقى اخر مرة اسماعيل ليه خلاه يوصل لافريقيا ويوصل للسودان؟ عشان في حبة دوافع زقته. ايه الدوافع دي؟ قال لي اول حاجة عشان يكمل مسيرة جده ومسيرة محمد علي ومسيرة مين؟ سعيد. يبقى القضاء على تجارة الرقيق مثل محمد علي وسعيد، القضاء على الرقيق مثل محمد علي وسعيد. تاني حاجة طموحه الشخصي، عايز يبقى احسن من الدول الاوروبية. تالت حاجة عاوز يكتشف منابع النيل. رابع حاجة حاسس ان مصر لازم يكون ليها دور في افريقيا. قدر فعلا اسماعيل ان يوصل لافريقيا ويعمل توسعات كتيرة قوي. وصل فعلا اماكن قريبة من المنطقة الاستوائية، وصل لغاية بحيرة ألبرت وفيكتوريا. يبقى اكتشاف منابع النيل الاستوائية فيكتوريا وألبرت، فيكتوريا ألبرت. كمان وصل للجهات الشرقية اللي محدش كان وصل لها خالص، اللي هي الحبشة والصومال اللي بنسميها دول القرن الأفريقي. احنا ليه بنسميها دول القرن الأفريقي؟ لأن شبهها كده عاملة زي وحيد القرن. وحيد القرن ده الحتة دي عاملة زي وحيد القرن، فعشان كده بنسميها دول القرن الأفريقي. قدر إسماعيل كمان إن يرسم خريطة مفصلة لأفريقيا والسودان، يرسم خريطة فيها كل التفاصيل لأفريقيا والسودان، ويحط عليها أهم النقاط العسكرية، وكمان يرفع علم مصر عليها عشان يأكد للناس إن الحتة دي تبع الإدارة المصرية. يبقى لو خلي بالك هيجيلك في الامتحان يقولك ما النتائج المترتبة على الكشوف الجغرافية اللي عملها إسماعيل في السودان. شوف وصلت لفين، عمل ايه؟ هتقولي اكتشاف منابع النيل فيكتوريا والبرت الاثنين، اكتشاف منابع النيل فيكتوريا والبرت الاثنين. كمان وصل الجهات الشرقية الحبشة والصومال. الحبشة والصومال رسم خريطة تفصيلية كانت لبلاد السودان، وحط عليها اماكن على الاماكن دي علم مصر. يبقى اكتشاف منابع النيل فيكتوريا والبرت، ووصل للأجزاء الشرقية الحبشوي الصومال، وكمان رسم خريطة تفصيلية بنعتمد عليها لغاية دلوقتي. هنا بنتكلم على اسماعيل ازاي يهتم بالتعليم. اسماعيل يهتم بالتعليم من غير ما تتكلم، بنى مدارس ومكتبات وخلى العلماء يجوا. قالك ان هو انشأ العديد من المكاتب والمدارس كمان في السودان ودول منطقة القرن الافريقي. ارسل العلماء والمعلمين من الازهر الشريف عشان يدرسوا في المدارس دي. تعرف كمان انه خلى الناس الخريجه اللي اتخرجت من مدرسه الخرطوم اول مره، فاكرين مين بنى مدرسه الخرطوم؟ كان عباس. خلى الناس اللي جت اتخرجت من مدرسه الخرطوم تيجي تكمل تعليمها في مصر على نفقه الحكومه المصريه. يعني خلى خريجين المدارس السودانيين دول يجوا يكملوا دراستهم عندنا. ايوه، هنا بيقول لك دلل ان اسماعيل اهتم بالتعليم. اقول له ايه؟ إنشاء المدارس والمكتبات في أفريقيا والقرن الأفريقي. خلى علماء الأزهر تدرس للسودانيين، وخلى خريجي مدرسة الخرطوم يتعلموا عندي فين؟ في مصر. فظهر عندي علماء كتير في التاريخ والمساحة والهندسة في كل المجالات. تعال نشوف إسماعيل قسم إزاي السودان. إسماعيل قسم السودان ل 12 مديرية. اوعى تنسى إن محمد علي قسمها 7 وسعيد قسمها 5، اما اسماعيل قسمها 12 مديريه. كمان اهتم بالاجزاء الشرقيه وعمل 5 محافظات على الساحل الشرقي، منها مصوع وسواكن وبربره. يبقى عمل محافظات على السواحل الشرقيه. يبقى 12 مديريه محافظات في الشرقيه، 12 مديريه ومحافظات في الشرقيه. كم محافظه في الشرقيه؟ هتقول لي 5 وبتيجي اكمل في الامتحان. استطاع اسماعيل تقسيم السودان الى كم مديريه؟ هقول له 12 مديريه. الى كم مديريه؟ 12 مديريه، 12 قسم.
قسم، 12 مديرية، وعمل 5 محافظات شرق السودان. شرق ايه السودان في الساحل الشرقي لقارة ايه لقارة افريقيا، منها سواكن ومصوع. كمان اسماعيل اهتم جدا بالزراعة، حفر الترع، شق القنوات، اقام الجسور، كان بيزرع عشان يزود الانتاج، وزرع القطن عشان يصدره للخارج. يبقى خلي بالك، عايزة في الزراعة كلمتين: اهتم جدا بالزراعة عشان يزود الانتاج، زرع القطن للتصدير، زرع القطن للتصدير. اسماعيل كمان اهتم بجميع وسائل النقل سواء بري او نهري او بحري. لو قال لي النقل البري، عمل سكة حديد يعني قطر، شايف القطر اللي قدامك ده؟ من عند فين؟ من مصر للسودان، من القاهرة يعني فوق لغاية السودان، بمحاذاة نهر النيل، ماشي كده جنب نهر النيل بالظبط. يبقى النقل البري قال لك ان هو عمل سكة حديد من مصر الى السودان. طب النقل النهري في نهر النيل، الحتة دي بتيجي في الامتحان كتير قوي. هقول لك ايه؟ اصلح مجرى النيل، عارف المجرى اللي هي التانية بتاعت نهر النيل دي؟ اصلح مجرى النيل جنوب وادي حلفة. اصلح نهر النيل جنوب وادي ايه حلفة، وبتيجي اكمل جنوب وادي حلفة، جنوب وادي حلفة. وعمل ترسانة يعني مصنع للسفن في الخرطوم. اما الملاحة البحرية، عمل فنار، فنار زي منارة، زي كده زي منارة اسكندرية، حاجة بتنور الطريق، فنارة كده على ميناء اسمه ميناء بربرة على خليج عدن. كل ده بيجي أكمل في الامتحان، على ميناء بربرة على خليج عدن. تعالى شوف بقى النقل ده سؤال ازاي بيجي في الامتحان. اهتم محمد علي بجميع وسائل، اهتم اسماعيل بجميع وسائل النقل، دلل. اقول له حيث اهتم بالنقل البري والنهري والبحري. طيب الدليل ان اسماعيل اهتم بالنقل البري، الدليل انه اهتم بالنقل البري، بري يعني ارض، يعني ارض صلبه. هقول له عمل سكه حديد بمحاذاه نهر النيل من مصر للسودان. طب النقل النهري في نهر النيل، أصلح نهر النيل جنوب وادي حلفة. أصلح مجرى نهر النيل، حركة نهر النيل دي، أصلح مجرى النيل جنوب وادي حلفة. وبتيجي أكمل جنوب وادي إيه؟ تقولي جنوب وادي حلفة، جنوب وادي إيه حلفة. طيب قام محمد علي بإنشاء فنارة على ميناء إيه؟ تقولي ميناء بربرة على خليج إيه؟ هتقولي على خليج عدن، على خليج عدن. تقولي دي الفنارة على بربرة وخليج عدن، الفنارة على ميناء بربرة عند خليج عدن. الحتة دي مهمة قوي، السؤال في الامتحان بيجي كتير. لازم تقولي مجرى النيل جنوب وادي حلفة، مجرى النيل جنوب وادي حلفة، فنارة على ميناء بربرة عند خليج عدن. اما التجارة، بيقول لك ان اسماعيل اهتم جدا بالتجارة، وكان عنده امن وعنده استقرار، واهتم باصلاح الطرق. البريد والتلغراف حتة اهتم بيها اسماعيل جدا. اسماعيل عمل ايه؟ مكتب البريد في السودان، واسس وعمل اداره البريد في الخرطوم، وتلغراف. بص انا قلت كلمتين: البريد واداره البريد، مكتب بريد، اداره بريد، مكتب بريد، اداره بريد، والتلغراف. كل 3 كلمات: مكتب بريد، اداره بريد، والتلغراف. في واحد برضو اهتم قبل كده بالنقل، بالطرق والبريد والنقل والمواصلات. مين؟ ده كان سعيد، اللي كان بيعمل استراحات في الطريق عشان اغير وسيلة النقل، كان سعيد. ودلوقتي مين؟ اسماعيل، اللي هو بيعمل اسماعيل اول ما اسمع بريد وتلغراف، جوابات بوسطة وكده. شايف المكنة دي؟ المكنة دي مكنة التلغرافات، بنبعت لبعض بيها جوابات زي الواتساب كده. يبقى خلي بالك، اسماعيل اهتم بالبريد والتلغراف ازاي؟ عمل ايه؟ مكتب البريد وادارة البريد، مكتبة التلغراف، البارد وإدارة بريد والتلغراف، البارد وإدارة البريد والتلغراف. تمام. طيب تعال نشوف ليه اسماعيل او الكشوف الجغرافيه توقفت في افريقيا ومحدش كمل كشوف جغرافيه. قال لي والله الكشوف الجغرافيه توقفت لاسباب او معوقات طبيعيه ومعوقات بشريه. طبيعيه ايه اللي حصل؟ قال لي الناس جم يكملوا كشوف جغرافيه ويوصلوا للمنابع الاستوائيه، لقوا ان قابلهم ايه؟ قابلهم طرق بريه صعبه والارض مش مستويه. كمان لقوا انهار، لقوا شلالات، لقوا بحيرات، لقوا مستنقعات، غير بقى الامراض والحشرات وارتفاع درجه الحراره والاوبئه والحيوانات المفترسه والزواحف والحاجات السامه. كل ده دي اسمها معوقات طبيعيه للكشوف الجغرافيه. في حاجات عطلت الكشوف الجغرافيه من عند ربنا. ايه الحاجات دي؟ انا نسيت كل اللي انت قلتيه ده. اقول له ايه؟ مش انا قلت المنطقه الاستوائيه دي فيها حراره؟ يبقى عشان ايه؟
الحرارة والأمطار والأمراض والأوبئة والحشرات. يبقى الحرارة والأمطار، الحرارة والأمطار، الأمراض والحيوانات، الحرارة والأمطار والأمراض والحيوانات. وهقول له بقى المستنقعات، أقول له سوق السطح، أقول له الشلالات، قول بقى كل اللي انت عايزه. دي كلها اسمها معوقات طبيعية. انا كنت رايح اعمل رحله في افريقيا او الى جنوب السودان ومعرفتش اكمل، من عند ربنا قابلني شلالات، قابلني جنادل، قابلني امطار غزيره، قابلني حراره مرتفعه، حيوانات مفترسه، كل ده بيعطلني. في كمان حاجات بشريه ما خلتش اسماعيل يكمل توسعات، انه خلاص فلس، عنده ازمات ماليه وسياسيه، ازمات ماليه وسياسيه. كمان انه كان بيستعين بالاجانب وبيعينهم في وظائف مهمه، فده اثر على حركه التوسعات بتاعته. يبقى ايه هي المعوقات البشريه؟ سوء الاوضاع الاقتصادية والاستعانة بالأجانب في الوظائف، اللي بدأوا من ان هم يتدخلوا في كل حاجة وبدأوا ان هم يعطلوا خط سيره. يبقى لو قالك في الامتحان توقفت الكشوف الجغرافية لأفريقيا بسبب معوقات ايه؟ والمعوقات طبيعية، معوقات بشرية. طبيعية زي الأمطار والحرارة والشلالات والجنادل والحيوانات والحشرات. اما البشريه عشان اكيد فلس، ما عادش معاه فلوس يعمل كشوف خلاص، ازمه ماليه وازمه سياسيه والاستعانه بالاجانب في الوظائف. احنا كده يا ولاد خلصنا مع بعض الوحده الثانيه. يا رب تكون الدروس سهله ولطيفه بالنسبه لكم. عدناها اكتر من مره وعدنا عليها كتير. احنا كده معانا خلصنا مراجعه اول وحدتين، واشوفكم على خير ان شاء الله في باقي المراجعات. وانتظروني برضو لاقوى مراجعه في ليله الامتحان، ودي بقى اللي هيكون فيها التكات والاسئله المهمه ان شاء الله المتوقعه. وان شاء الله كله يخرج مقفل ومبسوط من امتحان الدراسات. واشوفكم على خير. كانت معاكم مس ايمان احمد، والسلام عليكم.